عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بصحه مزيانه. كما كتشوفوا البنات، اليوم غادي ندير معكم فيديو جديد. غادي نديروا السردين مشوي، بلا ما ديري لا فاخر لا حتى شي حاجه. غادي تشويه في الفران واحد الطريقه واعره وزوينه بزاف، طريقه سهله بزاف البنات. عندي هنايا تقريبا كيلو ديال السردين مشوي، ومن الاحسن يكون من الحجم الكبير، هو اللي كتصدق فيه هاد الطريقه هذه. بالنسبه كاين اللي ما كيبغيش المصارين يقعدوا لداخل، انا راني كنحيدهم وكنخليه هكاك القشره هذيك الفوكانيه كنخليوها باش كتحمي لنا السردين. كما كتشوفوا ها هو السردين تبارك الله راه جديد. ها هو السردين جديد، حيدتو غير مصران هنايا، غير مصارين هنا صافي. ما تحيدوا له لا راس لا حتى شي حاجه، هو خصو يكون بحال هكا. حتى هذه القشره هذه اللي كما نقولوا حنا كتكون يعني هاد القشره هذه ديال السردين كتكون الفوق، من الاحسن ما تحيدوهاش. غادي نوريكم واحد الطريقه كتجي زوينه بزاف وسهله. اول حاجه غادي ناخذ واحد الكيلو ديال السردين، ومن الاحسن كما قلت لكم يكون الحجم كبير. غادي ناخذو عندي هنايا طاوه، بغيتو ديروا الكاغ ديال الورق المطبخ ديروه، ما عندكمش ديروا هاد الطريقه هذه. اول حاجه غادي نديروها هي الملحه، هي الاساس ديال الوصفه. غادي ناخذوا الملحه بهاد الطريقه هذه. الملحه خصها تكون شويه غليظه، ماشي من هذيك الملحه الرقيقه اللي كتكون دايره بحال البودره. وغادي نزيد عاوتاني الملحه، 2 باكيات تقريبا ديال الملح. المهم على حسب الاخر الحجم ديال الطاوه. كما كتشوفوا هاني معستها بحال هكا، صايبتها. ودوك الكويرات كنحاولوا اننا نديروها. كتجي هاد الطريقه يا البنات، كتجي سهله واقتصاديه في نفس الوقت. اللي ما كيبغيش هذاك الدخان او لا هذاك الفاخر، وعاد ديري الفاخر عاد صايبيه وعاد ديري شعلي النار، وهذا هاد الطريقه كتجي سهله. وخصوصا ما دير لك لا روينه لا مشاكل لا صداع. حقا كيجي الفاخر البنه ديالو يا سلام. السردين كيجي مشوي كيجي في الفاخر واعر. ولكن هذه بالنسبه للناس اللي كيكونوا مزروبين او دايرين، كنديروا بحال هكا، كنستفوها عادي. لحقاش علاش هادشي غادي يهود لتحت. راه ما كسبيتو كاع ما تخافوش على الملحه ولا شي حاجه غادي تشرب لكم. لا، ما غاديش تشرب. غادي نحاول انني نستفها بهكا، يعني وحده هكا وحده هكا. كما كتشوفي بهاد الطريقه هذه. راه كاين اللي ما يبغيش المصران يكون لداخل، من الاحسن يدير هذه الطريقه اللي درتها انا. وكاين اللي عنده عادي ماشي مشكل. ها هي البنات، هاكا البنات. هذه غادي ندخلوها هاكا في الفران، ما غاديش تخافوا من الملح، لحقاش هذا راه غادي كما نقولوا حنا الملح غادي تكون غير بحال واحد الطبق صافي. غادي نستفو عادي، وغادي ندير شويه ديال الملح هكا رشيشه من الفوق وصافي. كما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه كيجي سهل. شوفوا التستيفه يا البنات ديال السردين كيجي واعر. غادي ناخذ الملح عادي، مليحه فيه غير واحد الرشيشه هكا وصافي. هي رشيشه، ما غاديش كتر، غير رشيشه. وغادي نشعلوا عليه الفران، غادي يطيب في الفران، ما تغطيو عليه ما والو. هذاك الماء وهذاك الشيء كله ديالو كيهود في الملح صافي. درنا غير واحد الرشيشه باش ما يجيناش مسوس هكذا من الفوق وصافي. صافي لحقاش الملحه غادي تقصاح، غادي كما نقولوا حتى هي غادي طيب. الملحه غادي تقصاح صافي. المهم هذه هي الطريقه. كيطيب غادي نوريكم الطريقه ديالو كيولى، يعني الشكل ديالو كيولى غادي يجي محمر ويجي زين. غادي نديروه في الفران ديال الضوء اولا الفران ديال الغاز اللي بغيتي يا سيداتي. بهاد الطريقه هذه غادي تجي واعره. دوك تشوفوا النهايه ديالو كي غادي تولي. ها نتوما يا البنات شوفوا
شوفوا تبارك الله السردين مشوي على طريقة الملح، طايب في الملح في الفران، كيجي مشوي بلا ما بلا زيت بلا حتى شي حاجه. يلاه الملح وصافي. كما كتشوفوا كيكون الملح قاصح بهذه الطريقه. ها هو كيجي قاصح بهذا الشكل هذا، كيجي واعر واعر البنات. ها نتوما شوف، ها هو كتجي غير كتحيدي القشره بحال هكا وكتجي واعره يا البنات، كيجي زوين 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 ومحمر ومحمر، ما فيهش نقطه ديال الماء، وكاع هذاك الماء ديالو وكلشي كيهود لتحت. زعما صراحه هاد وصفه اقتصاديه، ما ديري لا فاخر لا ما تشعلي نار لا والو، غير في البوطه عفوا غير في الفران كتجي بهاد الطريقه، طايب في الملح ومشوي كما نقولوا حنا في الملح، كتجي يا سلام. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه هذه ديال السردين مشوي في الفران على طريقه الملح تعجبكم، وما تنسوش ديروا لايك، ديروا جيم، ديروا اشتراك باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم من جديد عندي.